هي إذا طموحات وأحلام هذه الأحلام تحولت إلى حقيقة تحت شعار هيا قطر تعلنها بافتتاح أسطوري، بافتتاح مونديالي تم مزج فيه الثقافة العربية الإسلامية في قالب قطري. قطر تعلنها كذلك مدوية لا للعنف لا للعنصرية لا للحروب، نعم للتسامح والسلام، ولعل أفضل ما قيل هو الذي جاء على لسان سفير الدوحة: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحفل القطري كذلك عرف تكريم لجميع المنتخبات المشاركة، بالإضافة لجميع الدول التي سبق لها نظمت كأس العالم في النسخ السابقة. واختتم هذا الحفل بكلمة رائعة من أمير دولة قطر التي رحب فيها أو من خلالها بجميع الأطياف وجميع الأجناس. لكن في المقابل المنتخب القطري خذلنا بأداء كارثي، بأداء سيء أمام منتخب الإكوادور، وانهزم في المباراة الافتتاحية بنتيجة 2-0. قطر ما قدمش 10% من المستوى الطبيعي، المستوى المتوقع، فانتم مدلعينهم قوي. عثمان سبورت، كن رياضيا ذكيا. يعني صراحة يمكن نقول على أن الأجواء كانت استثنائية، ملعب البيت بمواصفات عالمية، جماهير قطرية وعربية ساندت وشجعت المنتخب القطري من الدقيقة الأولى إلى غاية صافرة الحكم. لكن للأسف المستوى اللي ظهر به المنتخب القطري يمكن لي نقول على أنه مستوى ضعيف ولا يساير الريتم والنسق العالمي، خاصة وأنت تواجه المنتخب الإكوادوري اللي هو في اعتقادي الشخصي أقل مستوى من السنغال وكذلك أقل من مستوى من المنتخب الهولندي، وبالتالي كان من المفروض أنك تحاول تربح 3 نقاط او على الاقل الخروج بنقطه واحده من المقابله اللي كتعتبر على الورق هي اسهل مقابله عندك في المجموعه. لكن للاسف منتخب قطري بدون انياب، منتخب قطري بدون حافز، بدون روح قتاليه، انهزم في مقابله اللي خيبت امل جميع الجماهير القطريه والعربيه. حارس مرمى المنتخب القطري كذلك ابان على مستوى كارثي، تسبب في الهدف الاول لكن لحسن الحظ الغاه الفار في الدقائق الاولى من المقابله. هدف ثاني عن ضربة جزاء تسبب ويتحمل فيه كذلك المسؤوليه بشكل كبير حارس مرمى المنتخب القطري. وبالمناسبه ايضا المنتخب القطري بهذه الهزيمه يعتبر اول منتخب ينظم كاس العالم في مباراته الافتتاحيه ينهزم في تاريخ نهائيات كاس العالم، رغم ان المنتخب القطري منذ سنوات طويله وهو يحضر نهائيات كاس العالم، شارك في كوبا امريكا، شارك في الكونكاكاف، استطاع على انه يتوج بكاس اسيا. انما الاداء اللي ظهر عليه امام منتخب الاكوادور صراحه اداء مخيف واداء لا يبت للمستوى والريتم العالي بصله. تصوروا معي ان اول هجمه للمنتخب القطري جاءت في الدقيقه 45 في الشوط الاول، واول ركنيه تحصل عليها المنتخب القطري في المباراه جاءت حتى الدقيقه 90. هذا كيبين على ان المنتخب القطري ما جاش المقابله، جا مقابله منتخب الاكوادور. كنعتقد على انه قدم اوراق اعتماده وسط ميدان الاكوادور، اشتغل بشكل جيد، سيطره كليه. الاكوادور كذلك اعتمدت كثير على الضربات الراسيه، فالنسيا يسجل بضربه راسيه رائعه الهدف الثاني. وصراحه منتخب الاكوادور بهذا الانتصار على المنتخب القطري كنعتقد على انه سينافس على البطاقه الثانيه مع السنغال وهولندا نحو التاهل للدور الثاني. وفي الاخير كنتمنى المنتخب القطري على انه دارك هذه الخساره فيما تبقى من المقابلات. حظ موفق لباقي المنتخبات العربيه. اللي مازال ما شاركش في القناه هذا هو الوقت باش تشارك، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديدنا اول باول، ديروا لايك. تحياتي لكم والى الفيديو المقبل.